قصة أعدتها كثيرا، وآخر ما أعدتها في إذاعة القرآن، لكن أعيدها لأني وقفت على أحداثها. رجل هجر ابن عمه 33 سنة، هجره وعمره 40، وما التقيا إلا وعمره 73 سنة. والمصيبة أن هذا الرجل أخته زوجة ابن عمه، وهي وحيدته، لا في الدنيا ليس لها إلا هو وليس له إلا هي، وهجرها وهجر زوجها. وقال الزوج لأخت ذاك: إن سألت عن أخيك فأنت طالق. فمنعها من رؤية أخيها. أنجبت وكبر أبناؤها، وكلما صلت وسجدت سحت الدمع شوقا إلى أخيها. تباعدت الديار عنهم حتى قام بعض المصلحين فأصلحوا بينهم. الشاهد وباختصار: علم زوج الأخت وهو ابن عمه أنه قبل بالصلح، فرحب به بعد أن شاخوا وشابوا، رحب به وعمل وليمة عظيمة وجمع الناس، وكانت غداء يوم جمعة ما أنساه. وقبل الرجل أن يذهب إلى ابن عمه، واجتمع الناس وذبح من الإبل وفتح الأبواب ودعا الرجال وأرحامه من النساء، واجتمعوا في البيت يستقبلون هذا الرجل الذي غاب عن عين أخيه أخته 33 سنة. وأبناء هذا والذي هو خالهم ما رآهم وما رأوه. أخته كان بين الرجال والنساء مثل هذا التيزاب، حجاب مثل رواق الخيمة، وكانت لابس سنشيلتها ومتمسكة على هذا الحاجز، وتنظر إلى الباب تنتظر أخوها. أضيافها من النساء يدخلن ولا تعبأ بهن، تنظر إلى الباب، تنظر وهي ترتجف من البكاء. فلما دخل صرخت ومزقت الحجب ورمت شيلتها وعادت تركض في أوساط الرجال، وبركت على قدمي أخيها تقبله: حسبي الله عليك، 33 سنة ما رأتك عيني، ما لي أم تجيب لي أخو ولا لي أبو ينجب بعد أمي، اتق الله. وتقبل قدميه ويبكي ويغطيهم الرجال بالبيوت. 33 سنة في مصلحة من؟ ومن الذي انتصر بعدها؟ إنه الشيطان، حتى جمع الله القلوب على الطاعة. أحبابي، سألت الرجل القاطع: يا أبو فلان أسألك بالله 33 سنة ليه؟ قال: أقسم بالله أني نسيت سبب القطيعة، الشيطان أفسد بيننا، والله إني ما أذكر ما سببها، لكني لا أريده وهو لا يريده. جلس الشيطان يعبث بقلوبهم وصرفهم عن الصلة. يقول الرجل بعد 6 أشهر اتصلت عليه، يسكن عن أخته 400 كيلو: ها يا أبو صالح بشر. فبكى: أنا ما اتصلت أريد أنك تبكي. فبكى. فلما صفى رأسه قال: يا شيخ صدق الله، صدق الله، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. والله أنا عندي 3 نساء ومزارع ورشاشات وعمال ونقليات، والله لا يوجد رشاش يعمل ولا عامل في ملكي، والزوجات ال3 هربن مني، وليس عندي إلا عامل أضربه كل يوم. أبنائي هربوا مني، عندي أكثر من 17 ولد و3 نساء، ليس منهم من يحب رفقتي، أريد الماء البارد فلا أجده. حتى وصلت والله أن النساء رجعن بدون ما أتصل على أحد، وتجارتي قامت من جديد، وبين يدي 9 من الأولاد الآن. إذا التفت قلت: يا ولد. قال لي: 9. لبيك لبيك، ماذا تريد؟ ردهم الله لي، وقد عشت في ضيق فوق ملك ربي، فسبحان من وعد الواصلين بالوصل والقاطعين بالقطع.